تخيل تكون عندك جينيه كتبغيك لدرجه انها كتنجحك في الاختبارات. مراد شاب مغربي كيبلغ من العمر 22 عام، كيقرا في الجامعه، هو انسان الا كتشوفه من برا كيبان لك انسان غبي وما كيفهم حتى شي حاجه، ولكن المصيبه ان كلشي صحابو كيتعجبوا بالدرجات العاليه ديالو. عنده جوج ديال الاصدقاء، محمد وخالد، وجوج ديال الدراري هادو كيتعجبوا، كيضل كيسهر معاهم وداك الشيء. ولكن المصيبه الكبيره انه عنده واحد الروتين اللي غريب بزاف، لدرجه انه نهار الخميس ما عمرهم كيلقاوه وما عمرو كيجاوبهم وكيطفى التليفون نهار الخميس وما عرفوش علاش. في يوم من الايام خالد غادي يبقى محكر عليه، وهنا غادي يبوح ليه بواحد السر، غادي يقول ليه باللي عندي عشيقه من الجن وهي اللي كتعاوني في الدراسات ديالي وكتعاوني في كل شيء. وهذاك نهار الخميس اللي كنخبر فيه فكندير فيه مجموعه من الطقوس بحال كنخلص ديك الخدمه كامله اللي كتعطيني. خالد ما طيقش البلان وقرر انه يبات عنده الغد ليه. والمصيبه الكبيره انه اون فوا غادي يدخل لديك الدار وغادي يطلع الليل، غادي يبدا كيشوف بزاف ديال البلانتي غراب، الضو كيبدا كيشعل وكيطفى، البيبان كيطردخوا بوحدهم، زائد واحد الاصوات وواحد الضحكات اللي ما كيعرفهاش منين كتجي. خونا غادي يوقع ليه واحد البلان اللي غريب بزاف. تخيلوا انه غادي تفتح واحد البعد وغادي يلقى راسو في واحد الصحراء، من بعد غادي يجيبوه شي ناس وداك الشيء وغادي يديوه للسبيطار، وهو اللي غادي يعاود هذه القصه هذه، لدرجه ان مراد غادي يفقد العقل ديالو بسبب ديك الشيطان حيتاش باح بالسر ديالها لصحابو. ومحمد الصديق ديالهم الثالث غادي يتصدم في يوم من الايام، غادي تجي عنده واحد السيده بواحد الهيئه اللي زوينه بزاف ولكن كتبان بلي هيئه شيطانيه. هاد السيده غادي تدوي معه وغادي تقول ليه هي الصديقه والعشيقه ديال مراد. وجيت غير نقول لك واحد الحاجه، بلي مراد ما كانش الاول وما غاديش يكون الاخر.